لو عندك اي علبة كرتون باي حجم اوعي ترميها لان هتعملي منها اشيك منظم. انا جبت العلبة دي وحجمها كان صغير فكانت مناسبة معايا جدا ان هي تبقى منظم على المكتب. وجبت الكوستر الحصيرة وبدأت اخد المقاس بتاع العلبة وقصيت الكوستر على قد العلبة اللي معايا. وبدأت اغلفها من الخارج بالكوستر الحصيرة بالشكل ده. وهنا كنت لزقت قماش الدك وما كانتش الخطوة دي بتتصور ورجعت فكيته تاني عشان ارجع اصورها لكم. وبعد كده هنبدأ نثبت قماش الدك كبطانة للمنظم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدأ اتني الطرف اليمين على الطرف الشمال عشان تكون زي المتخيطة بالظبط. وبعد كده بقى هنبدأ ان احنا نثبتها من داخل العلبة من جوه، وهنعمل كمان القاعدة بتاعة العلبة من الداخل ومن الخارج برضو بقماش الدك. عايزة اقول لكم هتعملي اشيك منظم للتسريحة عندك او كمان للمكتب من علبة كانت هتترمي وما كانش ليها اي لازمة. وكمان احجامها بقى لو عندك احجام منها كبيرة تقدري تستغليها في تنظيم الطرح او الشرابات او الكتب، هتستغليها استغلال حلو جدا. هنا كنت خلصتها وبعد كده جبت الفرنشة دي وبدأت اثبتها من بره بالشكل اللي انتوا شايفينه. كمان جبت الشريط الخيش وهثبته على الجزء اللي من تحت، وبدأت اعمل كمان القاعدة من تحت بقماش الدك وبقى معايا اشيك منظم زي ما انتوا شايفين.